انا طلبوا مني 2 ملايين، قال لي اعطيني 2 ملايين ونفوتك عامل، قال لي ندي مليون وصاحبي يدي مليون، وبالقباله بالقبال هذو نتاع الاداره هنا في البلديه حميدات وعده، قالوا لي اعطينا 2 ملايين بالقبال بالبيان، قال لي تعطيني 2 ملايين، مليون ليا ومليون لصاحبي، قال لي نفوتك عامل، قلت له والله الحرام والله ما يدخل داري، ملي زدت هالبوليسيه هالجدرميه ما كانش اللي صابني سرقه جرام، سمعت نخدم بذراعي وراني نبات عساس، وعلى 4 نصبح في السوق نشري الخضره ونروح نتاجر كيفاش ما نصور لوليداتي المصروف، ها باش هاد الناس راهم يجيو ياخذوا من عندي الخضره، والنسوان هذو اللي راهم في التشغيل كاع راهم هاملين، راهم شفنا بعينينا ولاحظنا كاين وين امراه حتى يكشفوا عليها السربه يفوتوها خدامه، نهضروها بالبشر، هذه هي قضيه التوظيف. حتى انا رئيس بلديه ما نقدرش نجاوز القوانين ونجاوز باش التوظيف. كاين التوظيف عنده اجراءات تندار وتكون فيه ماشي كما نقولوا ماشي ارواح وظف ارواح وكذا، يعني احنا شيء صاهر به كل واحد يدي حقه. يعني مؤخرا وين فتحنا منصبين تاع حراس حارسين وللحراسه، قصدي فتحنا منصبين للحراسه، يعني ومشات في ظروف جد ممتازه، والناس اللي استفادوا من هذه المنصبين كانوا من بين القدماء في هذه الشبكه الاجتماعيه وتحصلوا يعني والدليل على ذلك هو رضا الجميع. يعني هذه الفئه رضاو كاع بالنتائج اللي درناها. ما نظنش هذه كلام ينقال تاع كلام تاع شارع راديو تروطوار، ما نظنش للدرجه هذه توصل لوين واحد يطلب رشوه، حاشا لله. خاطش ما كاش اللي عنده القدره. حتى انا رئيس بلديه، حتى لازم نحترم الاجراءات ونحترم القوانين باش نتمكنوا من التوظيف.